ده مش جذع بايظ، ده ذهب. ركز معايا. بكل بساطه انت محتاج 3 حاجات: جذع فيه شقه او شكله ظريف عجبك يعني من وجهه نظر، عشان انت اللي هتعمل له الشكل اللي في تخيلك، وباكت ورق ذهب او باكت ورق فضه. هتجيب مسيون اللي هو بيلزق ورق الذهب. شايف الفراغات والشقوق ديت؟ بعض الناس لو شافتها ممكن تتخيل ان الجذع دوت بايظ ومش هينفع نشتغل عليه. في الحقيقه ده كنز. ليه بقى؟ بص انا هحوله لك لايه. هنجيب المسيون وبكل بساطه نبدا نحطه في الفراغات والشقوق اللي في الجذع دي، وباي حاجه رفيعه تبدا تفرش الميسون جوه الشق اللي قصادك. هتجيب اي اداه تعرف تفرش بيها الميسون على الاطراف كده، فرشه اي حاجه رفيعه تعرف تمشي الميسون حوالين الاطراف، بحيث ان احنا نخلي ورق الذهب لازق من جوه وعلى الاطراف، هيبقى شكل جميل جدا جدا. بعد ما نفرش الميسون بالشكل دوت كده نبدا نلزق ورق الذهب. بعد ما تحس ان هو ناشف تجيب فرشه او اي حاجه ناعمه وتبدا تقشر بيها بالراحه خالص يمين وشمال كده رايح جاي، وتشيل ورق الذهب. طبعا تقدر تستخدم ورق الذهب في اعمال كتيره جدا جدا جدا، وهيطلع لك نتائج مبهره وبسيطه وسهله وسريعه وظريفه جدا جدا. فطبعا دي حاجه مش مكلفه مقارنه بالناتج اللي هيطلع منها، موضوع بسيط جدا جدا. تقدر تطلب مننا ورق الذهب في رساله او تطلبه من الويب سايت او تنورنا، هتلاقيه موجود عندنا في الفرع.